الموضوع الموضوع كله اللي وانا خارج حطيت ايدي على بوقي عشان ببقى عارف ان في كاميرات كتيره في الملعب. قلت له يا كابتن انا كان نفسي اكمل، بس يعني كنت حاسس ان انا قريب وان انا ممكن اكمل. طبعا في مصر للاسف احنا بنكبر كل حاجه، بنكبر المواضيع من غير ما نعرف اصلا ايه السبب. فانا بوضح ان ده اللي حصل مني. كابتن حلمي قال لي اخرج يا شريف مش وقته. فهي طبعا الناس فهمت ان الكابتن ان انا قلت حاجه خارجه، وانا ولا تربيتي ولا طبعي ان انا اتكلم، لان الراجل ده انا اول مره اتكلم مع مدير فني وانا خارج كده، لان كابتن حلمي ابويا. فانا بالنسبه لي لما اروح اتكلم معاه انا من العشم فيه بس مش اكتر. مفيش اي مشكله خالص، ولا انا طبعي ولا سلوكي ولا تربيتي تخليني ان انا اطلع اعترض. عمري في حياتي ما انا حصل معايا مواقف اصعب من دي بكتير وكله عارفها. مع المنتخب برضو ما حصلش مني اي رد فعل. ده بخصوص الموضوع. فاحنا بنكبر المواضيع. تعال اسال الاول وبعد كده اكتب اللي انت عايزه. بس فده كل توضيحي بسبب الموضوع يعني. معلش هعلق برضو على الموضوع ده. اولا انا مختار اللعيبه ديت بعنايه فائقه، الكل على مستوى اخلاقي عالي جدا وعلى مستوى التزام عالي جدا. بخصوص شريف ده، انا رحت نادي انبي وكان موجود شريف، كان بيلعب كجناح وغيرت البوزيشن بتاعه، لعبته كراس حربة وخد تاني هداف الدوري معايا. وعشان كده النادي الاهلي بمنتهى السرعة ضم شريف كهداف تاني للدوري. وعلاقتي بشريف وبكل لعيبتي الحقيقة يعني علاقة اب بابنائه، وشريف بالذات يعني علاقته بيا وعلاقتي بيه علاقة محترمة جدا، وعلاقة فعلا ابوية. ولم يتجاوز شريف في حقي ابدا، هو المنظر بس قدام الناس ده اللي باخده على شريف، لكن لم يتجاوز ابدا ولا اسمح له انه يتجاوز. يعني كان هيبص يلاقي في حاجه بتحصل كده رد فعل لكن الحمد لله علاقتنا علاقه ابويه بكل لاعبتنا الحمد لله.